هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على قدم لعيب سيراميكا. لازم يبقى معاه انذار، بس اللاعب ده لو خد انذار هيبقى الانذار الثاني وهيطرد، لان ده لعيب نادي الزمالك اللي في اللعبه دي خد انذار زي ما احنا ما شفنا مع بعض. فطبعا اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا لاعب الزمالك كان بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي ما فيش اي التحام مع لعيب الزمالك واللاعب هو اللي وقع لوحده. هنا كان لازم الحكم كمان يديله انذار بدايه التمثيل، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه دي، وطبعا قرار ان ما فيش ضربه جزاء قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سيراميكا. نشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم لاعب الزمالك، وهنا اللاعب دايس بقدمه على قدم اللاعب، وطبعا هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي في التحام بالقدم مع قدم لاعب سيراميكا، وهنا برضه الحكم حسب المخالفه قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا الحكم حسب المخالفه على لعيب نادي الزمالك. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على قدم لعيب سيراميكا. لعبه زي دي يعني انت حسبت المخالفه، يعني شفت التدخل دوت، هل لعبه زي دي ما تستاهلش انذار؟ يعني اقل حاجه اللاعب الزمالك ما ياخدش فيها انذار ديت. طبعا هنا قرار الحكم قرار غريب جدا. نروح للحاله اللي بعديها، هنا في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على قدم لعيب سيراميكا. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سيراميكا. نشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، طبعا برضه قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا لاعب الزمالك كان بيطلب بضربه جزاء. تعال نشوف مع بعض هتلاقي هنا الاثنين لعيبه في استخدام باليد، لكن لعيب الزمالك بعد ما وقع بقى يشد لعيب سيراميكا ووقعه معاه. يعني انت بتشد اللاعب وبتوقعه وعايز ضربه جزاء، فطبعا هنا مفيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا لان هنا الحكم قريب جدا منها. نشوف مع بعض اول حاجه، هنا الحكم حسب مخالفه على لاعب الزمالك وهو قريب جدا من اللعبه، معنى كده ان هو شاف كل التفاصيل اللي فيها. لما نشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على قدم لعيب سيراميكا. لازم يبقى معاه انذار، بس اللاعب ده لو خد انذار هيبقى الانذار الثاني وهيطرد، لان ده لعيب نادي الزمالك اللي في اللعبه دي خد انذار زي ما احنا ما شفنا مع بعض. فطبعا هنا لو الحكم اداله في اللعبه دي الانذار الثاني هيطرده، وطبعا الحكم هنا ما عملش وما طبقش القانون. اي حد هيقول لك اللعبه دي ما تستاهلش انذار، اقول لك ان في بدايه اللعبه لعيب سيراميكا عمل لعبه زيها بالظبط وخد انذار. فطبعا هنا الحكم ما طبقش القانون، وقرار الحكم انه ما يدروش الانذار الثاني والطرد قرار خطا. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سيراميكا. نشوف مع بعض هنا هتلاقي في استخدام اليد ومنع لعيب الزمالك ان هو يعدي، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، ودي من اغرب الحالات اللي شفتها في حياتي. هنا الحكم حسب تسلل على لعيب سيراميكا. لما نشوف مع بعض هتلاقي لعيب الزمالك حاول يلعب الكوره وبعد كده الكوره رجعت لورا زي ما احنا ما نشوف مع بعض، راحت للعيب سيراميكا اللي هو في وضع تسلل، الحكم حسبها تسلل. طب هو اصلا يعني لعيب الزمالك هو اللي مرجعها، فانت حسبتها تسلل بناء على ايه؟ محدش عارف طبعا القانون الجديد اللي الحكام المصريه بس هي اللي بتطبقه. هل حد شاف قبل كده لعبه زي دي واتحسب التسلل ان المدافع يرجعها فالخصم ياخدها تتحسب التسلل؟ ما كانش حد غلب طبعا. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه الزمالك وفريق سيراميكا كليوباترا.